زعماء عرب أطاحت بهم شعوبهم. كان الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي أول الهاربين في أحداث الربيع العربي، إذ سرعان ما فر إلى السعودية بعد اتساع رقعة الاحتجاجات على أمل العودة إلى تونس، لكن ذلك كان مجرد أمنية لم تتحقق. أما معمر القذافي فكان مصيره السحل في شوارع ليبيا التي بسط عليها سيطرته لفترة 42 عاما، حيث ثار الليبيون عليه، وقتل الزعيم الذي عمد إلى الفرار في 20 من أكتوبر 2011 على أيدي الثوار في ظروف لا تزال غامضة. كما اندلعت انتفاضة شعبية ضد مبارك في يناير 2011 على خلفية شكوك في نيته توريث نجله جمال، ولم يتردد الجيش المصري في التخلي عنه مما اضطره إلى التنحي، وتوفي في فبراير 2020 وبعد 11 يوما فقط من هجوم مباغت للفصائل المعارضة. انضم الرئيس السوري الهارب بشار الأسد إلى سلسلة القادة العرب الذين أطاحت بهم شعوبهم، وبعد نحو 25 عاما في السلطة بينها 13 سنة تجاهل خلالها مطالبات السوريين بالحرية. وكان الرئيس علي عبد الله صالح يردد على الدوام أن حكم اليمن يشبه الرقص على رؤوس الثعابين، فنجح في رهانه طوال 33 عاما، مواجها العديد من ثورات الحوثيين. كما اندلعت تظاهرات مناهضة له، غير أن هؤلاء انقلبوا عليه واغتالوه في ديسمبر 2017. كما استولى عمر البشير على الحكم في السودان عبر انقلاب عسكري، وظل في الحكم 30 عاما حتى حكمه القضاء السوداني بتهمة الفساد، وانتهى به الأمر خلف القضبان في سنة 2023 بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.